السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اماني من قناة اكلة هنية مع اماني. النهارده باذن الله تاني يوم الفيديو ده بتاع تاني يوم رمضان. ان شاء الله باذن الله هنعمل فيه البانيه الذهبي الجميل المقرمش اللي الطبقة بتاعته مش بتفصل عنه، بتتبيلة روعة جدا اقسم بالله تحفة. وكمان هنعمل الفاصوليا البيضة بصوص الطماطم والصلصة، طعمها لذيذ مفيش احلى من كده ولا أجمل من كده، بطعم رائع زي بتاع الطباخين بالضبط. هنعمل كمان العصير بتاع النهارده، إن شاء الله بإذن الله يكون طعمه حلو أوي. وكمان هنعمل الكنافة بس مش هانزّله في الفيديو ده، هانزّله في الفيديو اللي بعد ده على طول، إن شاء الله بإذن الله عشان تتابعوا القناة بتاعتي. و أول بقى طبعًا إيه ما تشوفي الفيديو ده، يالّا طبعًا اللي ما اشتركش في القناة ينزل تحت في القناة على طول يعمل اشتراك وفعّلوا تنبيهات الجرس للكل. وكمان اعملوا اللايك بقى بتاعكم الجميل واعملوا بقى كومنت حلو من عندكم. أول حاجة عندي الفرخة بتاعتي، والفرخة بتاعتي دي عشان نطلّع منها البانيه هنقسمها كده نُصّين نقسم الورك ده عن الورك ده، وهنمسك بمقص يكون حاد جدًا، هنفصل إيه سلسلة الضهر كده بالرقبة بتاعته الاتنين مع بعضيهم كده، ونقسم الصدرين مع بعضيهم، نفصلهم عن بعضيهم تمام، بمقص كده حاد أو بسكينة تمام، زي ما أنتم شايفين قسمناها. طبعًا عشان نعمل نخلي البانيه لازم الفرخة تكون من 2 كيلو لأعلى من 2 كيلو تمام، عشان تطلّع بس صدر كده وتطلّع إيه قطع بانيه تكون حلوة. هنمسك من تحت الجناح كده، نفصل بالسكينة ونبتدي بقى إيه نفصل اللحم بتاعها عن إيه العضم اللي هو إيه بتاع الصدر تمام. زي ما أنتم شايفين كده اتخلِت بكل سهولة وبساطة. تعالوا نشوف برضه الصدر التاني. بابعد الجلدة وبعدين من تحت الصدر على طول من بعد القرقوشة بتاع الجناح هابتدي بقى أنزل بالسكينة وأفصل كده زي ما أنتم شايفين وأشدها في الآخر بإيديّا. لو لقيتِ أي عضماية صغيرة هنفصلها بإيدينا عادي أو بالسكينة، مش هتاخد منا حاجة وهتتعمل بكل سهولة وبساطة تمام. زي ما أنتم شايفين كده مسكنا بقى الصدرين وهنجيب بلانشة وبإيديكِ واضغطي بإيديكِ وامسكي بالسكينة واقطعي بقى شريحة كده زي ما أنتم شايفين، شايفين رقيقة إزاي وجميلة؟ هاقول لكم بقى تاني، بُصّي اضغطي بإيديكِ وإيدِك لازم تكون حاسة أنتِ بتقطعي إيه، شايفين الجمال؟ أهي يا جماعة والله جميلة جدًا. تقدري تعملي كل حاجة بإيديكِ زي ما باقول لكم، سهلة وبسيطة وما فيهاش أي صعوبة ولا أي حاجة. بُصّي بقى الصدر التاني أهو، هتمسكيه إيديكِ تضغط وإيدِك التانية ماسكة السكينة تقطعي وأنتِ حاسة أنتِ بتقطعي إزاي، تبقي عارفة الموضوع بس ده محتاج تدريب، هو مش صعب ولا حاجة، بس مرّة في مرّة هتضبطي بقى إيدِك وتضبطي الدنيا كده، وهتكوني بتطلّعي أحلى بانيه بشرايح معتدلة، وهي هتكون رقيقة مش تخينة. كلنا بنحب البانيه بيكون رقيق كده مش شرايحه تخينة، وكمان عشان يقطع معانا ويدّي كده كمية كبيرة تمام. عايزة أقول لكم يا جماعة إن أنا باعمل بانيه وأنا أصلًا كان عندي باقة بَط من أول يوم، بس طبعًا إن شاء الله بإذن الله كمالة بقى على اللي موجود عندي، فنستغل كده إيه نعمل بانيه حاجة سهلة وسريعة وبسيطة بتتعمل في أسرع وقت. تعالوا بقى نشوف التتبيلة بتاعة البانيه هنعملها إزاي. أول حاجة مسكت بصلتين متوسطين أو بصلتين كبار شوية، هابتدي بقى في الكبة بتاعتي ومسكت بقى طماطم، طبعًا لو مش عندِك كبّة اعملي في الخلاط عادي، بس هتضيفي لها شوية مَيّة صغيّرين تمام. قطّعت برضه طماطمتين صغيّرين زي ما أنتم شايفين كده، يبقى ضِفنا البصل وضِفنا الطماطم. تعالوا بقى نشوف التوابل بتاعتنا. فلفل أسود، معلقة فلفل أسود، معلقة كمون، قرفة ناعمة، نُص معلقة صغيّرة تمام. وعندي روزماري ناشف تمام. الروزماري برضه بيدّي طعم حلو أوي للحاجات المتبّلة دي زي البانيه، بَط، فراخ، حاجات زي دي. و3 معالق من الصغيّرين ملح تمام. أنا هنا مخلّطة ملح بفلفل أسود تمام. التتبيلة اللي أنتِ حابة تحطّيها حطّيها. أنا كمان هاضيف 4 فصوص من الحبّهان بافتّحهم دايمًا، باحب أفتّحهم، لو عندِك مطحون ضيفي، أنا مش ما كنتش طاحناه فبافتحه كده وأنزّل منّه البذور السودا بتاعته، بتدّي طعم رائع جدًا وجميل، والريحة بقى والجمال. وكمان ضِفت جوز الطيب بس ما جاش معاكم
في ال وأنا باصوّره تمام. هامسك بقى طبق كده وبإيدي كده هامسك الخلطة ضفتها في كيس. أنا دايمًا باعمل الخلطة ممكن تكون بكمية كبيرة وباضيفها في كيس كده وبتضيفي في الفريزر، في أي وقت ممكن تطلّعيها تتبّلي منها زي ما قُلت لكم، إذا كانت فراخ أو إذا كانت لحوم أو إذا كان بَط اللي أنتِ حابة أي لحوم بصراحة تمام، ما عدا السمك طبعًا. يعني بيكون التتبيلة تحفة جدًا ورائعة وما فيهاش حاجة. يعني ممكن تعملي كمية وتشيليها في الفريزر، مش هيجرى أي حاجة، تطلّعي منها قبليها بوقت تفُك بس كده وتستخدميها. أنا باعمل إيه، باتبِّل كل واحدة فوق التانية تمام. التتبيلة دي سيبيها بقى براحتها خالص. أول حاجة لازم تبتدي بالتتبيلة وبعدين تشوفي هتعملي إيه بعد كده عشان الفراخ تمتص كده كل التتبيلة. هنعمل الفاصوليا الحمرا زي ما الفاصوليا البيضا بالصوص الأحمر والطماطم أو الصلصة. طبعًا بتتنقع الأول في المَيّة وتسيبيها لحد ما الفاصولياية تنفش كده خالص وتبقى مليانة تمام. وعندي 3 طماطمات وعندي كيس صلصة، كيس صلصة كده من الصغير، وعندي يعني 3، 4 فصوص من التوم صغيرين أساسًا، وعندي بصلاية واحدة تمام. جبت البصلة وخرّطتها وضيفي السمنة، ضيفي دهنة، ضيفي سمنة على على زيت ذرة، ضيفي دهنة على زيت ذرة، اللي أنتِ حابة تقلّبيه ده يرجع لِك ويرجع اللي موجود عندِك ومتوفر في بيتِك. ما تكلّفيش نَفْسِك ما أقولكيش انزلي اعملي بإيه وما تعمليش بإيه. أنتِ عارفة بتعملي إيه، أنتِ شاطرة وسِت البيت كلّه في بيتِك ومطبخِك، واللي أنتِ حابة تعمليه اعمليه في بيتِك تمام. أهم حاجة إن هو يكون يعني حبّة كده معتدلين، ولا هو كتير أوي ولا هي قليلة أوي. هنبتدي بقى إيه، نقلّي في البصلة لحد ما تبتدي بقى تغلي معايا. رشّة قرفة صغيّرة، يا جماعة بتفرق جدًا في الطبيخ الأحمر زي الفاصوليا كده. عايزة أقول لكم من الحاجات اللي بتفرق معانا جدًا التوابل اللي إحنا بنحطها. القرفة جميلة جدًا في الفاصوليا. وضِفت بقى إيه، فصّين التوم دول خرّطتهم وضفتهم على البصلة بعد ما كانت البصلة خدت لون سِنّة بسيطة تمام. بدأت تاخد لون بسيط معايا زي ما أنتم شايفين كده، اللون الأصفر كده البسيط. ضِفت كمان شوية قرفة لإن حسّيت الأول كانوا شوية قليلين، وبعدين بعد ما خدت لون نزلنا بصلصة الطماطم اللي هي عبارة عن 3 حباية طماطم. على فكرة الفاصوليا أنا مش جايبة كتير، أنا جايبة ربع كيلو وما شاء الله هُم بيعملوا برضه كمية. تمام. هاضيف شوية صلصة كده من الصلصة بتاعتي الجاهزة بتدّي تطعيمة حلوة أوي تمام. وهاقلّب كل الصلصة دي معايا وهاسيبها تتسبِّك. وضِفت كمان حبّهان كده وفتّحتهم زي ما أنتم عارفين أنا باحب أفتّح الحبّهان، لو مطحون عندِك ضيفي شوية صغيّرين تمام. وهاسيب صلصة الطماطم تتسبّك كده. وطبعًا هاضيف عليهم شوية شوربة، عندي شوربة بَط ضفتها. عندِك شوربة فراخ ضيفي، عندِك شوربة لحمة ضيفي، الموجود عندِك متوفّر، مش عندِك حاجة خالص ضيفي مَيّة وضيفي عليهم مرقتين دجاج تمام. نزلت بقى بالفاصوليا بعد ما كانت اتخمّرت كويس جدًا والفاصولياية كده يعني اتملِت ما شاء الله وكانت حلوة. نزلت بيها وطبعًا هي كده كانت غَلِت شوية حلوين وكنت باقلّبها من وقت للتاني شايفين عاملة إزاي. الفاصولياية ما شاء الله اتملِت وريحتها ريحة الصلصة حلوة أوي وبقت الفاصولياية كمان مستوية زي ما أنتم شايفين ما شاء الله لونها أحمر وجميل وهو ده المطلوب. يعني حبّيتِ لقيتيها تقيلة خفّفي بمَيّة أو خفّفي بشوربة تمام. هنعمل بقى إيه الcover بتاع البانيه اللي إحنا كنا متبّلينه في الأول. ضِفت في طبق بيضة واحدة وضِفت في طبق تاني crispy اللي هو بتاع الفيجيتار اللي هو نوعه crispy تمام. أنا كنت مستخدمة حار تمام. رشة فلفل أسود صغيّرين على البيضة وباقلّب كده بالشوكة. وعندي البانيه بقى بتاعي اللي خلاص بصراحة خَد وقته في التتبيلة. وهاقلّب كده من أول ما أجيب الأول على البيض وبعدين بانزل بالفيجيتار اللي هو الكريسبي تمام. وعندي طبق واسع ما احطش على بعضيه. أنا بس هاعمل كمية وعندي الطاسة بتاعتي على البوتاجاز بتسخن. من أنزل من البيض للفيجيتار. يا جماعة والله العظيم الطبقة دي يعني لمّا تعملي ال الفيج ال آآ
أمّا تعملي البانيه بالطريقة دي الcover بتاعه مش هيخرج منه ولا هيبقى فيه أي حاجة ولا فيه أي مشكلة، هيطلع معاكِ لونه دهبي وجميل. ضِفت الكمية بتاعتي، الزيت لازم يكونوا شوية محترمين معلش الزيت غالي شوية، بس والله تقدري تستغلّيه بعد ما تخلّصي تصفّيه ينفعِك بقى السمك بعد كده، تمام؟ أو برضه ينفعِك برضه لقلي فراخ أو حاجة، تمام؟ هو إن شاء الله مش هيتحرق منِّك ولا أي حاجة، تمام؟ وبعدين الكمية اللي عندنا برضه مش كبيرة أوي. الصدرين الفراخ دُمّة عملوا 8 قطع أو 10 لفرخة 2 كيلو أو 2 وزيادة بسيطة تمام، شايفين بيخرج معايا لونه دهبي وجميل إزاي، ما شاء الله والقطعة متماسكة زي ما هي مش مفكفكة من بعضيها، بعدين بتخرّجي اللي هو خلاص لونه بقى دهبي، وبتدخّلي كمان الشوية التانيين اللي هُم خلاص لسه ما اتقلوش تمام، زي ما أنتم شايفين صفّي بقى منه الزيت هنعمل بقى دلوقتي العصاير بتاعتنا أو العصير اللي إحنا هنستخدمه، جِبت 4 يعني 4 برتقانات، طبعًا تقدري تستخدمي أقل أو أكتر أو مش عندِك مش متوفر عندِك براحتِك، اللي موجود عندِك استخدميه، مش موجود تقدري تعملي وتتصرّفي أي حاجة، تمام، بس أنا هاعمل عصير تانك بالبرتقان وكمان هاحط عليها ليمونة، تمام؟ باعصر كده البرتقانة بإيدي، أنا عندي عصارة بصراحة بس كان الوقت متأخّر، فقعدت بقى أدوّر كده ما لقيتهاش، بس هي كانت غايبة عني شوية، فقُلت مش إشكال والله الواحد بيتصرّف بقى يعني، ضِفت عصيرة ليمونة بتدّي مزازة حلوة، طبعًا كل ده برتقان وليمون، فيتامين سي بصراحة، هاقول لكم كام كوباية من المَيّة، أدي 2 أدي 3 أدي 4 تمام، كده خلاص مش هاضيف تاني، على كيس من التانك البرتقان وكمان ضِفنا عليه برتقان يعني 3 برتقانات، باضيف ليهم 7 معالق من السُكّر، معالق الأكل يا جماعة تمام، ويكون المعيار ده بيكون مضبوط جدًا وما بازُقش عصير ولا أي حاجة، باكون عرفت خلاص، 3 كوبايات كبار أو مَجّات كبار أو شُبّات بيضبطوا معاهم عارفين معالق الأكل 7 معالق من السُكّر وخلاص ضبطت الدنيا كده وما بازُقش وخلاص أنا عرفت المعيار بتاعي كده تمام، عشان برضه لمّا يكون عندكم عصير يعني تعملي بالطريقة دي، طبعًا تفرمي في الخلاط قبل أي حاجة بنحط بقى تلج ونبتدي بقى ننزل في الشفشق بتاعنا عشان بقى يتلج كده ويبقى طعمه لذيذ وغني كده مُنعش بقى في رمضان طبعًا وصيام رمضان أول حاجة نبتدي بقى نكسر بيها صيامنا التمر بتاعنا أو 3 بلحات، وبعد كده شوية عصير نبتدي بقى ندخل في الأكل، كل سنة وأنتم طيبين يا حبايبي، عايزة أقول لكم إن شاء الله كل يوم هانزّل لكم فيديوهات وهانزّل لكم كمان حاجة حلوة وعصير مختلف إن شاء الله بإذن الله، أتمنى منكم والله من كل قلبي تابعوا قناتي والله العظيم أفكار بسيطة، واكتبوا لي برضه في الكومنتات محتاجين منّي أنزّل لكم أفكار إيه تاني، بنعمل أكل بتاع اليوم وأفكار مختلفة، وبنعمل عصير وبنعمل حاجة حلوة، بجد والله أنا مش بابخل عليكم بأي حاجة، أتمنى منكم اشتراك للقناة وفعّلوا تنبيهات الجرس للكل، وكمان لايك بقى من عندكم جميل، وشيّروا بقى الفيديوهات اللي أنا بانزّلها لكم لأي حد من أصحابكم أو حبايبكم أو حتى عرّفوهم باسم قناتي، قناة أكلة هنية مع أماني، سوري عندي بس شرقة. جِبت كده شاليمو وبعدين ابتديت بقى اللي هو فيه الزجزاج كده، ابتديت لويته كده طبعًا زي المطاعم أو الكافيهات، تقدري بقى تجيبي كيس وتخلّيه عندِك، أي ضيف داخل بيتِك وولادِك فرّحيهم وضبّطي لهم الدنيا، الفاصوليا بتاعتنا بعد ما كانت اتغرفت بالشكل ده لونها أحمر وجميل، الصوص بتاعها تحفة، وكنت علّمتكم إزاي نعمل البانيه ونتبّله إزاي بتتبيلة تحفة ورائعة جدًا، طبعًا عايزة أقول لكم إن إحنا عملنا الفاصوليا بطريقة أفضل طريقة ما شاء الله زي بالضبط بتاع الطباخين، وعرفنا البانيه وإزاي نقليه الcover بتاعه ما يخرجش منه ولا يفصل منه، وعملنا كمان العصير اللذيذ جدًا اللي مليان بقى يعني فيتامين سي، وكمان زي ما قُلت لكم تابعوا قناتي، والفيديو الجاي إن شاء الله الكنافة بإذن الله، يا رب يكون الفيديو عجبكم يا حبايبي، ما تنسوش اللايك والاشتراك وفعّلوا تنبيهات الجرس، بألف هنا يا أمارات، أشوفكم في فيديو جديد.